سؤال كده بقعد أسأله لنفسي وأنا بفكر إحنا ليه بنكره المذاكرة؟ أكيد فكرت فيه قبل كده صح؟ وأنا بقى قعدت أبحث وأدور لغاية لما عرفت إنها بترجع لأسباب نفسية وعلمية بتخلي مخنا يتعامل مع الكتاب كأنه عدو. طب إيه الأسباب الرئيسية اللي بتخلي مخنا يحس بالتقل ده اتجاه المذاكرة؟ ببساطة في 5 أسباب. أول سبب نظام المكافأة المؤجلة، مخنا ده بيحب المكافأة الفورية زي الدوبامين اللي بيطلع من السوشيال ميديا والألعاب. لو ما تعرفش إيه هو الدوبامين ده، دي مادة كيميائية حيوية وبتفرز في الدماغ وبتسمى بهرمون السعادة، لكن دورها في الحقيقة أعقد من كده بكتير. نرجع تاني، المذاكرة بقى نتيجتها بعيدة جدا، نجاح بعد شهور أو أكتر، فالمخ بيجد إن المجهود المبذول خسارة حاليا مقارنة بالمتعة اللحظية في الألعاب. السبب التاني الارتباط بالضغط والإجبار، من صغرنا والمذاكرة مرتبطة بالأوامر والامتحانات والخوف من الفشل أو مقارنة بينك وبين ابن خالتك، وتحولت من عملية تعلم واكتشاف لعملية كره وخوف، والمخ طبيعي بيهرب من أي حاجة بتسبب له توتر أو قلق. تالت سبب طريقة المذاكرة التقليدية والمملة، أغلب المناهج بتعتمد على التلقين والحفظ وده بيخلي العقل في حالة خمول. المخ بيحب القصص والصور والتفاعل، ولما بيلاقي الدروس مملة يبدأ يفصل ويحاول يدور على أي حاجة تانية تكون أكتر متعة من المذاكرة. لما بتبص للمنهج ككتلة واحدة الجهاز العصبي بيحس بالارتباك، والإحساس ده بيخليك تأجل المذاكرة لأنك مش عارف تبدأ منين وبترتاح لما بتبعد عنها. خامس سبب والأخير عصر السرعة، دلوقتي احنا متعودين على الفيديوهات القصيرة والمعلومات السريعة، والمذاكرة بتحتاج تركيز عميق لمدة طويلة، وده عكس البرمجة اللي موبايلاتنا عملتها في دماغنا. بنحس بزهق قاتل بعد أول 5 دقايق. وبس كده، ما تنساش تتابعنا وتشير الفيديو علشان تشوف الجزء التاني.